مرحبا بكم في هذه الليلة الهادئة مع ثقافة في المخدة. غمضوا عينيكم ونوروا عقلكم وارتاحوا. اليوم غادي نسافروا لواحد الذكرى قديمة، اللغز من طفولتنا كاملين، الفلالس الملونين اللي كانوا كيتباعوا قدام باب المدرسة. كنا نخرجوا من القسم ولقاو داك الكرتونة عامرة بألوان بحال قوس قزح، غوز، خضر وصفر. بياع درويش كيبيع الفلالس بدرهم ولا بجوج دراهم. كنا نرجعوا للدار والفرحة ما قادنا، نعسو ونحلموا بلي غادي نربيوهم ونكبروهم ونديروا شي فيرما كبيرة. ولكن يا حسرة، داك الفلوس الصغير ما كانش كيفوت يومين وكيموت. وهاد القصة عاشوها كاع المغاربة. والسؤال هو، علاش هاد الفلالس كانوا كيموتوا بالزربة؟ واش كانوا مرض ولا كاين شي سر آخر؟ باش نفهموا الحكاية خصنا نمشيو للفيرمات الكبار ديال الدجاج. تما الدجاج مقسوم لجوج انواع، كاين الدجاج اللي كيتربى على ود اللحم وكاين اللي كيتربى غير على ود البيض. الدجاج ديال اللحم كيكبر بالزربه وما كيهمهمش واش ذكر ولا نتوى. اما الدجاج ديال البيض القصه ديالو مبدله، ملي كيفقس البيض كيخرجوا النص ذكوره والنص نتاوي. الذكوره بطبيعه الحال ما كيبيضوش وما كيكتبوش اللحم بحال الدجاج الاخر. بالنسبه لموالين الفيرمات، هاد الذكور ما عندهم حتى شي نفع ومصاريفهم كتر من رباحهم وما يقدروش يضيعوا عليهم العلف. ولكن كيفاش كانوا كيعرفوا الذكر من النتوى وهما يلا خرجوا من البيضه؟ في الفيرمات الكبار كاينين خدامه حريفيه كيتسماو الفرازه. الخدمه ديالهم هي يشدوا الفلالس في ثواني ويشوفوا الريش ديال جناحو ولا الشكل ديالو باش يفرقوا بيناتهم. النتاوي كيمشيو لواحد الجهه باش يكبروا ويوليو دجاجات بياضات، والذكور كيتعزلوا بوحدهم في كراطن كبار باش يتخلصوا منهم. وهنا كتدخل التجاره. التجار كياخدوا هاد الذكور اللي ما عندهم حتى شي قيمه في السوق بثمن بخس وكيديروهم في بانيوات كبار وكيبداو يرشوا عليهم ديك الصباغه اللي كنشوفوها، حمراء خضراء وزرقاء. هاد الصباغه مع الاسف كتسد لهم المسام، وهاد العمليه كدير لهم صدمه حراريه، حيت الفلوس يلا خارج من البيضه محتاج لدرجه حراره سخونه بحال ديال الحضانه، ماشي الماء والصباغه البارده اللي كتفزقو وكتمرضو، ومواد كيماويه كتدخل لجسمو الضعيف. من بعد هاد العذاب كيديروهم في كراطن وكيخرجوا بهم للزنقه، كيبقاو في داك الزحام والشمس الحاره ولا البرد ديال الشتوى. كيبيعوهم قدام المدارس. الدري الصغير كيفرح بداك اللون الزاهي، ولكن الفلوس كيكون داجع عيان مهلوك ومناعته طاحت للصفر. وملي كياخد الدري الصغير داك الفلوس كيحطو في شي كرتونه صغيره في السطح ولا في شي قنط بارد بلا بولا اللي يدفيه، وكيوكلوه الماكله اللي ما كتصلحش ليه بحال الخبز فازق. الجهاز الهضمي ديالو باقي صغير وضعيف ما كيتحملش، وهذا الشيء كيزيد يكمل عليه، وهكا كيموتوا بالزربه في نهارو ولا غدا ليه. هذه هي الحكايه المخبيه ورا داك الالوان الزوينه والقصه الحزينه ديال فلالس المدرسه. لغز من طفولتنا حليناه اليوم في هذه الليله الهادئه، قصه خلاتنا نتعلموا باللي الروح عزيزه. كنتمنى نكون خففت عليكم. بقاو على خير واحلام سعيده ومريحه مع ثقافه في المخده.